كثير يسوون بسبوسة بالبيت وتطلع ناشفة، والسبب غالباً أخطاء بسيطة. فاليوم بنوريكم الطريق الصح. وإذا تحتاجون خمير أو معجنات تواصلوا معنا على الخاص. المكونات: 2 كوب سميد وسط، نص كوب سكر، كوب لبن أو زبادي، نص كوب سمن ذايب، ملعقة صغيرة بيكنج باودر، فانيلا. للقطر أو الشيرة كوب سكر وكوب ماء ونص ليمونة. يغلى 5 دقائق. طريقة التحضير: اخلطي السميد والسكر والبيكنج باودر خلط خفيف، بعدين أضيفي السمن واللبن وقلبي بس لين يتجانس. خلي الخليط يرتاح 10 دقائق. صب الخليط في صينية مدهونة سمن وسوي الوجه بمعقة. دخليها الفرن على حرارة متوسطة، وبعد ما تطلع صب الشيرة الدافية وخليها ترتاح 5 دقائق. أهم النصايح: لا تخلطي كثير عشان ما ينشف السميد. حرارة الفرن متوسطة عشان ما يتحمر من الأطراف. السمن ضروري يعطي طراوة. الشيرة دافية تتشرب صح، وخلي الخليط يرتاح قبل الخبز.